السلام عليكم. فيديو جديد في قناة عنبر 7. واسبانيا كسبت اليورو على حساب انجلترا اللي للمرة الثانية على التوالي بتخسر نهائي اليورو، وبكده تستمر عقدة انجلترا في حقيقة البطولات، يستمر نحس هاري كين ويستمر فشل ساوث جيت. اللي ممكن واحد يختلف معايا يقول لي ساوث جيت مش فاشل، هو ممكن يكون مش محظوظ او حاجة. احب اقول لك انا بالنسبة لي لما يكون معاك السكواد بالمنظر ده وانت ماسك تقريبا من 2015 او 2016، لما تكون ماسك من المده دي كلها داخل على 9 سنين او 10 سنين ولسه والسكواد بتاعك اصلا كل سنه بيبقى اقوى من السنه اللي قبلها ومش عارف تحقق بطوله، فانا بالنسبه لي اصنفها فشل. محاسبه ساوث جيت غير مثلا محاسبه ديلافوينتي لو كان خسر. لو اسبانيا كانت خسرت كان محدش هيقدر يتكلم معاه، لكن انت معاك السكواد الاكبر في البطوله. فتعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل في الشوط الاول والشوط الثاني، ونتكلم على الماتش كده، وفي الاخر نقول لكم مين افضل لعيب، ونتكلم كده في حاجات حلوه في الاخر. فيلا بينا. الحقيقه الماتش ده بصراحه في الشوط الاول كان سيء، او مش سيء بس كان تكتيكي زياده عن اللزوم، وبقينا نسمع الحكايه دي بقالنا فتره كبيره، داخلين على بقالنا 3 4 سنين كده. الكوره ابتدت تتغير، الكوره في النهايات بالتحديد او الماتشات الحاسمه دي الكوره ابتدت تتغير، ابتدى الاهتمام وابتدى تحس ان اللعيبه متكتفه. يعني لعيبه مثلا زي بلينجهام زي ساكا، الناس دي تفهم اللي انا بقوله ده من تعابيرهم لما يطالبوا ادوار دفاعيه. فالماتش ده الحقيقه او الشوط الاول بالتحديد حصل اللي اغلب الناس كانت متوقعاه، واللي انا قلته الفيديو اللي فات، ان انجلترا هي اللي هتتراجع والكوره هتفضل مع اسبانيا، وهنكرر ماتش اسبانيا وفرنسا تاني. والحقيقه ده اللي حصل، بس حصل بقى شويه اسئله وشويه تحديات. اول تحدي فيهم ان هو يامال ونيكو ويليامز هيتعاملوا ازاي مع ووكر وشو. والحقيقه في الشوط الاول لوك شو وكايل ووكر نجحوا نجاح باهر. انا اعتقد احنا ما شفناش خالص يامال او نيكو ويليامز الشوط الاول، واللي ياكد النظريه دي او اللي ياكد كلامي ان بعد الدقيقه 20 25 ديلافوينتي اضطر، لو شفت كده في 5 دقايق كده بعد الدقيقه 25 هتلاقي نيكو ويليامز اتنقل للناحيه الثانيه مع يامال، وبعد كده عدينا 30 35 يامال بدل مع نيكو ويليامز. فده يبين لك ان فعلا كان كايل ووكر ولوك شو ناجحين في القفله الدفاعيه. اللي ساعد كمان لوك شو او اللي ساوث جيت عمله في الماتش ده هو ليه ميزه وليه عيب. الميزه بتاعته انه لما رجع بلينجهام ام اف هي اشبه شويه باللي بيلعبوا في ريال مدريد في حاله الدفاع طبعا، ولكن انت خنقت بلينجهام. بلينجهام رجع مع لوك شو وقفل على ساكا، والشوط الاول كان متكتف 100%. يعني انجلترا دفاع شديد وبصراحه كويس جدا، ولكن انت على الناحيه الثانيه انت خسرت هجوم بلينجهام في المرتدات. لما انت خليته ام اف، وكمان انت خليته ام اف، على الاقل انشيلوتي لما بيهاجم بقى في الكاونتر اتاكس بيروح مدخل بلينجهام في العمق وخلاص بقى يسيب فينيسيوس ورودريجو، او يخلي بلينجهام هو اللي يضم عليهم. لكن ان بلينجهام هو اللي يمسك الخط فهو مش هيعرف يعمل كده. وتاني حاجه ان اللي بيدافع قدام كارفخال، واحد معاه في النادي حافظه، فانت خسرت بلينجهام هجوميا بصوره غريبه جدا. فان بلينجهام مثلا يعمل لك لقطه اللي هي بصل هاري كين او كده، فده كواليتي عالي منه مش نجاح من الطريقه. يعني اللي بيخلي اللعيبه دي ممكن تنجح شويه في التوظيف او تبهرك او تفاجئك هو ذكاء منه اللعيب، هو مش نجاح التوظيف. التوظيف مهم في الدفاع، فرق في الدفاع بصراحه، لان اصلا بلينجهام لعيب نص ملعب فعنده شويه يقدر يقفل مساحات، لعيب توب كواليتي يعني، لكن خسرته في الهجوم. وتاني حاجه هو مش عارف يتعامل مع شو، مش عارف يعمل الاوفرلاب، هو مش طرف، انت محتاج طرف، الطرف بيبقى عايز حد سريع حد، لكن بلينجهام لعيب وسط، ولعيب وسط صرف كمان، اللي هو باين عليه ان هو اللي هو يعني عايز يعمل حركه بسيطه كده، يشوط يدي بساط مش عارف لكن ترميه على الطرف محتاجه خصائص ثانيه خالص. وطبعا قيس بقى على بقيه المراكز، طبعا ساكا راجع لورا رجعه جامده جدا، هاري كين ساقط برده، كله راجع ورا. الناحيه الثانيه اسبانيا خلاص هو ماسك الكوره، هو ده اللي هو عايزه، دي قوه اسبانيا. ديلافوينتي عمال يبدل بين يامال ونيكو ويليامز زي مارتن لازارتي كده مع الاهلي، عمال يحاول يوجد حلول وبس. ده كان الشوط الاول. شوف يعني افكار فيه بسيطه
ما فيهوش حاجه وما فيهوش فرص، وان واحد كان يعني زهقان وهو بيتفرج. جينا بقى على الشوط الثاني، وهنا بقى الدنيا اتغيرت خالص. في الشوط الثاني ابتدينا الشوط بمفاجاه كبيره جدا لمنتخب اسبانيا، ان رودري اتصاب واضطر ديلافوينتي ينزل مع الدكه زوبي ميندي. زوبي ميندي ده في الدوري الاسباني عشان ابسطها لك كده، هو شبه فيرمين لوبيز، شبه بدري، شبه العيال دي اللي هو يلعب رقم 8، لكن يلعب رقم 6 او يلعب في ثنائيه مع فابيان رويز، فانت كده دفاعيا خسرت كل حاجه. لكن هجوميا طبعا نزلت تستحوذ على الكوره وزدت كل حاجه، لكن ده يبقى تبديله رودي فيها ريسك كبير جدا، ولكن هو مجبر على التبديله دي. وده برضو اللي رودري يبين لك ان هو لوحده في حته ثانيه، ان ملوش بديل في منتخب اسبانيا بالوظائف دي. لازم بديله بقى هيبقى فيرمين لوبيز، وكل ده كان على الدكه حتى، وبدري عشان اتصاب، فبديله مش هيبقى نفس الخصائص، بديله هيبقى واحد بيلعب كوره بساط سروهات ما اعرفش ايه. فشفنا اول ما نزل الشوط الثاني، شفنا بقى حريه كبيره لاسبانيا، ان زاد عليهم واحد هجومي كمان، بقى فابيان رويز وبقى زوبي ميندي، وقدامهم اولمو والعيال دي كلها، وابتدينا نشوف اسبانيا اخطر هجوميا بكتير. خلاص ديلافوينتي قال لك انا فقدت الدستروير عندي في نص الملعب، خلاص انا هزقه اكتر وهحاول اجيب جون، بحيث ان انا التغييرات بقى اتصرف. وفعلا عدتين ثلاثه، طبعا في مشكله سبحان الله بقى اللي حصل الشوط الاول اتعكس تماما. فجاه شو وكايل ووكر في التغطيه العكسيه قعدوا كده حبه مش دريانين بحاجه، تايهين. يامال يخش يعدي، هوبا نيكو ويليامز بشماله حلوه جدا، بيكفور ما يعرفش يعمل لها حاجه، 1-0 اسبانيا. وطول ما اسبانيا هي اللي بتجيب الاجوان، انت عارف ان الماتش هيفتح والماتش يبقى احلى. لو انجلترا هي كانت جابت الجول الاول، كان هترجع تدافع والماتش كان هيبقى سيء جدا. فمن حظنا ومن حظ الجماهير ان اسبانيا اللي جابت الجول الاول. بعد كده بقى طبعا عدت 5 دقائق، في 10 دقائق جينا على الدقيقه 60، تاوس جيت خلاص حس بالخطر وعايز يهاجم، راح سحب هاري كين ومنزل واتكنز. تغيير واتكنز او بهاري كين، هو بصراحه في شويه اسامي كده، فودن وهاري كين يعني وبيلينجهام شويه، مع ان بيلينجهام شويه اتغير خالص، بس بيلينجهام بصراحه مش احسن حاجه، يعني مش دول يعني ايه اللي انا افضل محارب عليهم في الملعب بصراحه، وانا محتاج اكسب ممكن ابدل منهم عادي. في بقى حاجه كمان اتغيرت في انجلترا بعد التغييره دي، ان خلى بيلينجهام يضم على عمق مع فودن، فشفت بقى تغيير كامل في انجلترا، غير ان الحته دي فضيت من رودري. ما هو برضه ممكن يكون ساوث جيت فكر فيها ان رودري اتصاب، فراح مدخل بلينجهام جوه وحرر لوك شو خالص بقى، وخلاص مفيش فرصه ثانيه، دي اخر نص ساعه في الماتش. وفعلا بعديها شفنا كره بلينجهام اللي لبس ثلاثه في بعض وحطها بشماله، كانت هتبقى حلوه جدا. بعديها شفنا كذا فرصه لانجلترا لحد ما خرج ماينو من نص الملعب، اللي بصراحه ما كانش حلو زي الماتش اللي فات قوي، ولكن كان شغال، يلاقيه برضه صغير بياخد خبرات وجاي في المستقبل. راح منزل مكانه كول بالمر. نزل بالمر، الدنيا بقى فتحت شويه، بقى خلاص انجلترا بتهاجم بكل حاجه، عرضيه حلوه من كايل ووكر او من ساكا تقريبا، بلينجهام بيريحها حلوه قوي لبالمر، بالمر بيشوط تقريبا خبطت في حد خبطه بسيطه كده وراحت دخلت جول، وبقينا 1-1. راح انجلترا رجعت، وايه اسبانيا كملت ضغط الكوره، مع ان انجلترا، وده اللي بيحزنني على انجلترا، ان انجلترا لما بتقرر تهاجم بتشوف بقى الهجوم، بتشوف فرق الكواليتي عامل ازاي. فساوث جيت كعادته رجع ولعب على الكاونتر اتاكس برضه، واسبانيا استمرت بالضغط. ودي اكتر حاجه عجباني في ديلافوينتي بصراحه، ان الراجل ده ملتزم بفلسفته. ممكن يحصل له اخطاء كتير ومخاطر كتير، ولكن هو مركز على فلسفته. هو عارف انا لو استنيت الكوره واستنيت الفريق اللي قدامي ممكن اخسر بفرق كواليتي، ولكن فضل مكمل بطريقته، فضل مكمل ما اعرفش ايه، يامال عمال يضيع كور ما يعرفش ايه، لحد ما نزل ميكيل ميرينو ونزل اوريازابال، و حلوه قوي من نيكو ويليامز عرضها اوريازابال، بيحط الجول الثاني في الدقيقه 87 القاضيه ممكن، وخلاص انجلترا عملتها كان بكل حاجتها، والماتش بيخلص واسبانيا بتكسب اليورو تقريبا الخامس في تاريخها لو انا متذكر صح، وبس والبطوله تخلص على خير. واقول بقى احسن لعيبه في البطوله، انا بالنسبه لي توب 3 البطوله دي طبعا ادوا الجائزه لرودري، وانا بصراحه مختلف شويه. انا بالنسبه لي توب 3 البطوله دي يامال في المركز الاول، لانه تفوق على كل الناس اللي في مركزه، تفوق على ساكا، تفوق على ناس كتير قوي. في المركز الثاني، وهي دي ممكن تبقى مفاجاه للناس، بيبي مدافع البرتغال. والمركز الثالث هديها
لرودري. بس والحمد لله البطوله دي خلصت، والبطوله كانت حلوه استمتعنا بيها، واتمنى الفيديو يعجبكم، وان شاء الله بكره او بعده هنزل لكم فيديو الكوبا امريكا وتتويج ميسي بالبطوله الثانيه لكوبا امريكا. ويلا سلام.